سلام سلام حبوباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه الصابلي. اللي عندها مشكل في الصابلي تكمش لها في الكوشه ولا كي تدخلوا يطيب يروح لها الشكل ديالو، ما عليها غير تبع هاد الخطوات تاع هاد الوصفه، راح ينجح معاها من اول تجربه باذن الله. ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. البنات عفونا على صوتي شويه، راه مبحوح، راني مريضه شويه راكم تعرفوا. عندي هنايا درت 125 غرام تاع مرقارين، زدت عليه 3 مغارف كبار تاع سكر كلاص. انا السكر ديالكم البنات جوزوه في الصفايه هكذا باش تتفاداو هذوك الحبيبات اللي يكونوا في العجينه. هاد الكميه هذه تاع المرقارين خرجت لي 27 حبه، كل زوج متلاصقين مع بعض. 125 مرقارين غرام. هنا زدت رشه ملح وحبه بيض وفنجال زيت. انا كيلت بالفنجان تاع الحليب، قهوه وحليب. هنايا زدت مغرف صغيره تاع الفانيليا وخلطت كلش بالباطور، اي بالخلاط الكهربائي. هنا البنات اللي ما عندهاش باطور تخلط بيدها بركه، تخرج لكم نفس النتيجه. تخلطوا جيدا هذوك المكونات. نعاود لكم البنات، عندي 125 غرام مارغرين طريه، 3 مغارف كبار سكر كلاص جوزته في الصفايه، رشه ملح، غرف صغير تاع لافاني، حبه بيض وفنجان زيت. خلطت كامل المقادير بالباطور وزدت عليهم هنايا 3 مغارف كبار تاع نشا تاع لا مايزينا، كيف جوزتها في الصفايه ونخلط بالباطور. هنايا خلطت بالباطور باسكو كنت شويه مزروبه باش تمتم نوجدها. هاد العجينه تجيكم زاكيه طريه وتحافظ لكم على الشكل ديالها كي طيبوها في الفوغ. حطيت لكم بزاف وصفات تاع الصابلي في القناه البنات، دوك نحوط لكم كامل الروابط في صندوق الوصف او في التعليق المثبت، هكا باش ما تقعدوش تحوسوا وراهم وكامل تجيكم سهله. انا خلطوا المقادير جيدا هكذا باش كامل المكونات يتجانسوا مع بعض. هنا بعد ما تحصلت على خليط متجانس واللون ديالو فاتح، نحبس الخلاط الكهربائي، رايحه نستغنى عليه في هذه المرحله ونبدا نضيف الفارينه. ندير الصفايه ديالي ونحط الكاس الاول. الكاس هنا يرفد لي 200 250 عفوا 250 ملي. زدت عليه نص مغرف صغيره تاع قهوه خميره كيميائيه، وراح نخلط بيدي. انا البنات الكاس اللي كيلت به في هذه الوصفه يدي 250 ملي، وهي كل وحده والفارينه ديالها البنات. كاينه اللي تدي لها 2 كيسان هاد الوصفه هذه، كاين اللي تدي لها 2 كيسان فارينه، وكاين اللي تدي لها كاس ونص، باسكو كاينه الفارينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. ندخل كامل الفارينه في العجينه ديالي. حتى نتحصل على عجينه طريه متماسكه. بات صابلي البنات ما لازمش تيبسوها، ما لازمش تخلوها جاريه، هكذا باش ما يخسر لكمش الشكل ديالها وما تكمش لكمش وما يروحلوش الشكل ديالها كي طيبوها في الفرن. هذا هو القوام تاع لاباط ديالكم اللي لازم تتحصلوا عليه. انا نحط العجينه ديالي بجيح، نجيب كيس بلاستيكي ونحل العجينه ديالي. هنا البنات هاد الطريقه هذه تاع تحلوا العجينه ديالكم على كيس بلاستيكي هي عمليه اكثر، غير ما تحلوها ديريكتومون فوق البلون طرافاي، ولا كاينه وين تتفتت، كاينه وين يروح لها الشكل كي تجيو ترفدوا الحلوه ديالكم الصابلي ديالكم تحطوه في البلا. هذه الطريقه تجيكم سهله وعمليه اكثر. انا استعملت هذا الطابع تاع القلب، راح يجيكم بشكل بزاف شباب وراح يحافظ على الشكل ديالو الا تبعتوا كامل الطريقه تاع الفيديو. نتمنى ان شاء الله تتبعوا على فيديو من الاول حتى الاخر كذا باش ينجح لكم الصابلي.
فهاد لاباط هاد في الوصفه هذه استعملت شكلين بعجينه واحده. استعملت الشكل الدائري والشكل تاع القلب. هي عجينه زاكيه سهله اقتصاديه وناجحه 100%. هنا البنات المول هذاك الشكل هذاك المدور هذاك اللي ما عندكمش، هذاك المول اللي تجي فيه هذيك الدويره هذيك اللي تجي في الوسط، تقدروا تطبعوا بالدائري عادي، ومن بعد هذيك ديروا هذاك القمع تاع لا دوي هذيك تاع لي بوش اللي نديروا بها لا كريم شونتيي وكامل، تثقبوا بها هكذا في الوسط. ولا تقدروا حتى ديروا بوشون تاع قرعه يكون هكذا صغيور وكامل تديروا به في الوسط. نرفدو هكذايا بالكوبات. شوفوا البنات الشكل تاعها ما فسدليش ما راحليش. وهنايا كنت حله العجينه فوق البلون دو طرافاي. شفتوا العجينه الناجحه حتى وين رفتوها ما تخسرش معاكم. انايا نزين بالنقاش الوجه تاع الصابلي ديالي. انا هذه المرحله اختياريه، حبيتو تزينوا هكذا بالنقاش. اقرصوا غير بالعقل باش يمد لكم برك الشكل هذاك تاع النقاش من الفوق. غير بالعقل حطوا النقاش ديالكم وقرصوه غير ابان حتى تحصلوا على هذاك الشكل. الحلوه ديالي كامل زينتها هكذا بالنقاش من الفوق، وكان ينقشوهم كامل من فوق الدويره هذيك الشكل الدائري دويره الشكل هذاك الدائري يقرصوه كامل يجي بزاف شباب. انا بعد ما وجدت الحلوه ديالي درتها في الفرن طابت لي غير من تحت حتى ولات لي دوغي، ونحيتها ولصقتها بالمعجون تاع المشماش نورمال الكونفيتور. وهنايا هذاك المعجون تاع الكونفيتور درت له ملون احمر باش نزين به في الوسط هذوك تقابي في الوسط. جا شكل بزاف شباب، وصفه سهله ما تديش منا وقت طويل، هكذا توجديها للقهوه ولا للضياف ولا. نزين كامل هادوك الدوائر في الوسط ونقدمها. وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتنجح لكم. اللي مازال ما اشتركتش في القناه نقولها اشتركي وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد وصفاتي. وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو اذا عجبتكم الوصفه، وتهلاو لي بزاف 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 في روحتكم، ومع السلامه.